السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أوربيت في العلم كتعني المدار، ولكن في الحب كتولي عالم خفي كتدور فيه القلوب، بلا خريطة وبلا قوانين صارمة، غير بجاذبية صامتة ما بين روحين. في كل علاقة كاين داكشي اللي كيشدك وكتشدو، ماشي بالسلاسل ولكن بتوازن حساس. كتقرب ولكن ما كتخنقش، تبعد ولكن ما تغيبش. والحب في هذا البودكاست ماشي رواية وردية، وماشي معركة ولكن مدار كتعيش فيه الحرية مع الحضور، والشوق مع الطمأنينة، والمسافة مع الإخلاص. وغادي نحاول نفهمو كيفاش كيعيشوا الناس في أوربيت بعضهم، وواش فعلا الحب كيحافظ علينا في المسار ولا كيجبدنا حتى نطيحو من السما. مرحبا بك في هاد الرحلة، رحلة في قلب المدار، رحلة في أوربيت ديال الحب. واليوم غادي نغوصو في واحد السؤال اللي كيجي في الليل، وسط الصمت، وسط لحظة ديال الحنين ولا الندم ولا التأمل. علاش الحوايج اللي كنحبو ما كيبقاوش؟ واش هو القدر ولا الزمان ولا حنا اللي كنبدلو، ولا الحب ديالنا اللي ما كيكفيش باش يخليهم يبقاو؟ واليوم غادي نحاول نفسرو بلا بكا بلا دراما ولكن بعقل وبقلب كيف. في الفلسفة اليونانية هراقليطس قال كلشي كيتبدل وما كاين حتى حاجة كتسكن في بلاصتها. بحال النهر ما كتقدرش تدخل جوج مرات بنفس الطريقة حيت الماء تبدل وحتى انت تبدلتي. والحوايج اللي كنحبو كتكون مرتبطة بلحظة، بحالة، بهوية، وبصوت في داك الوقت. وبمجرد ما الوقت يتبدل حتى داك الحب كيبدا يتغير. والزمان ماشي عدو ديالنا، ولكن راه خدام ما تيحبسش وكيرسم طريقو بلا ما يسول. واما النفسيين كيهضروا على التعلق كحاجه فطريه، ولكن كاينه واحد الفكره عميقه: واش فعلا كنحبوا داك الشيء ولا غير خايفين يفلت منا؟ كاين فرق بين انني نحب حاجه ونعيش معاها اللحظه، وبين انني نتشبت بها بحال شي غريق كيتشبت بخشبه. التعلق كيعمي، والحب الحقيقي كيعطي الحريه. واش انت دابا هو نفس انت ديال العام ولا 5 سنين؟ الانسان راه في صراع دائم ما بين اللي كان واللي بغى يكون. الناس كتبدل، والاحلام كتبدل، والقيم حتى هي كتبدل. فطبيعي بزاف من الحوايج اللي كنا كنحسوهم قراب يوليو غراب، وحتى حنا نوليو ماشي نفس الناس. راه شي مرات ماشي الحاجه اللي مشات ولكن انت هو اللي تبدل وبقيتي كتشوفها بعين جديده. والذاكره ديالنا ماشي مرايه صافيه، راه مرايه كتخبر مع الوقت. كندوزو بزاف د المرات كنقولوا داك الشيء كان زوين، ولكن واش بصح كان زوين ولا حنا بغينا نصدقوا داك التصور؟ الدماغ ديالنا كيعرف يجمل الحنين ويخلي داك الماضي يبان احسن من الواقع، وهنا كنطيحوا في الفخ. كنعيشوا الحزن على حاجه ما عمرها كانت كامله، ولكن كان قلبنا هو اللي كيكملها. وماشي كل فقدان خساره، كاين فقدان كيربي فينا شي حاجه عميقه، كيورينا حدودنا وكيعلمنا المعنى الحقيقي للقبول. القبول ماشي استسلام، ولكن وعي بلي الحياه فيها فصول، والربيع ما كيدومش ولكن حتى حشا ما كتبقاش. باش نكبروا خاصنا نقبلوا بان بعض اللحظات، بعض الناس، بعض الحوايج كانوا زوينين حيت ما بقاوش. ويمكن الا عرفنا نحبوا اللحظه ونعيشوا الحب ماشي باش يدوم، ولكن باش يكون صادق وحي وطري. ماشي كلشي خاصو يبقى، ولكن كلشي خاصو يتحب، حيت الحب ماشي ملك، الحب راه تجربه. الحب كيف ما كان نوعه عمره ما كان ضمان. كنعيشوا الوهم ديال الا حبيتي شي حاجه غتبقى، ولكن الواقع ماشي كيشهد بهذا الشيء. الحب الحقيقي فيه المجازفه، فيه الشجاعه ديال العطاء بلا شروط. ولكن في هذا العالم الحوايج اللي ما فيهاش ضمان كتكون غالبا الاصدق. كنخافوا نضيعوا الحب، ولكن ما كنخافوش نضيعوا لحظه نعيشوا فيها بصدق. الحب كيمرض، كيموت، ولكن عمره ما كيكذب. وملي كيمشي ماشي غلط بالضروره،
ولكن إيصال المرحلة في النضج، في الإدراك، وفي الفهم. والحب ماشي عقد ملكية، ولكن لحظة كيختار فيها القلب يتيق. وحتى الثقة راه ماشي إلى الأبد، ولكن حتى كيجي وقتها وتكمل خدمتها. وشي مرات ماشي الحاجة اللي كنحبو، ولكن التصور ديالنا عليها، كنسقطو عليها الأمل والأمن، المستقبل، وحتى الإحساس بالذات. كنشوفوها بحال المرايا كنعكسو فيها وحنا ما واعيينش. ولكن ملي كتمشي كنحسو باللي بحال فقدنا راسنا، ماشي غير داك الحاجة. وفي هاد الحالة المشكل ماشي في الحاجة، ولكن فاش كنا كنحملوها بزاف. المثل اللي كنبنيوها على الناس، على المواقف وعلى الأماكن، ماشي ديما كتناسب الواقع. وفاش كيجي الواقع كيدمرنا. الحاجة اللي نحبوها كانت غير قنطرة، وملي كدوز خاصك تنزل، ماشي تبقى تعيش فيها. الخسارة الحقيقية أنك تبقى عايش في الوهم، ماشي أنك تفقد القنطرة. وحنا كنبغيو نصدقو بالاختيار، ولكن حتى القدر عنده الكلمة. شي مرات نختارو بحماس ونحبو بصدق، ولكن الحياة كتقلب الطاولة. القدر ماشي عدو الحب، ولكن هو اللي كينقيه من التعلق. الحب اللي كيبقى هو اللي كيتوازن بين الإرادة والقبول. وكل مرة كتخسر شي حاجة راه كتربح وعي جديد. وكل مرة كتقول كنت باغيها تبقى، الحياة كتجاوبك يمكن بلاصتها ماشي معاك. ماشي ضعف انك تخسر، ولكن حكمة انك تفهم علاش. باليد اللي كتعطي واليد اللي كتسحب كاين درس. الحوايج اللي كتبقى ماشي ديما اللي بغيناها، ولكن اللي كنا محتاجينها. وفي كل بداية كاين نواة ديال النهاية. ماشي تشاؤم، ولكن إدراك أن الزمن خط مستقيم وماشي دائرة مغلقة. والبدايات كيكونوا كيضويو فيهم الآمال والاحتمال والفضول، ولكن مع الوقت كيتسرب الواقع، وكيتسرب العيا، وكيتسرب الاختلاف. والحاجات كتآكل إلا ما كانت مبنية على وعي مشترك. وحتى إلا كانت، الزمن يقدر يبدل المعنى، يغير السياق. وماشي كل حاجة كتموت حيت فاسدة، بعض المرات كتموت حيت كملات الدور ديالها. ونهاية الحاجة ماشي بالضرورة خايبة، ولكن إشارة باش نرجعو نشوفو الذات. وماشي اللوم وماشي الحقد، ولكن السلام الداخلي. أنك تودع وتبتسم وتقول كنتي بدايتي وماشي نهاية روحي. الاحتياج كيدفعك تمسك، ولكن الحب كيعلمك تطلق. بزاف من الحوايج اللي كنا نحبوها كانت غير سد فراغ، فراغ عاطفي، فكري، وجودي، وحتى نفسي. كنتمشو بشي حاجة ماشي حيت هي، ولكن حيت سدات شي حاجة ناقصة فينا. ومني كتمشي كنحسو بالخسارة مضاعفة، فقدناها وفقدنا القطار ديال الأمان ديالنا. ولكن في الحقيقة هي ماشي مشات، ولكن الحقيقة تعرات. وكل حاجة كتبغيها من موقع الاحتياج كتكون غير مؤقتة. وأما الحب اللي كيعطي بلا شروط كيبقى حتى في غياب صاحبه. والاحتياج وهم كيخدع، أما الحب فهو وعي كيحرر. وخا يوجع كيبنيك، وخا يمشي كيبقى فيك جزء منه كدليل. وكل شخص، كل حاجة، كل حب عنده درس معين. شي مرات كنحسو بالخذلان حيت بغيناهم يبقاو، ولكن الهدف ديالهم ماشي البقاء ولكن التعليم. كاين ناس كيجيو باش يعلموك تحب ويمشيو، كاين ناس كيعلموك الحدود ويمشيو، وكاين ناس غير ما يمشيو كتكتشف القيمة ديالهم. واش هذا خسارة؟ لا، هذا درس من الحياة. الحياة راه مدرسة متنقلة، والأساس ديالها ماشي دايمين. وكل مرة كتعلم يسجل عندك وعي جديد، وكل مرة كتعلم كتقرب من ذاتك الحقيقية. وملي كنحبو شي حاجة كنبقاو نربطوها، وغادي تبقى معايا، غادي تعيش بيها، غادي تكملني. ولكن واش بصح عطيناها الحق تكون حرة، ولا خنقناها بالتوقعات والأحلام الثقيلة؟ التوقعات المفرطة كتبدل العلاقة من حب إلى عبء، وكيولي الخوف من الفقدان كيسير كل لحظة. وهكا كنخسروا المتعة والعفوية والبساطة. وفي الحياة ماشي كلشي خاصو يكون متوقع، شي حوايج خاصها تحب بلا ضغط،
بلا ضريبة، حيث الحب هو فن الاستقبال ماشي السيطرة. القبول ماشي استسلام ولا يأس، ولكن وعي عميق أن كلشي كيجي بزمانو ويمشي بزمانو. ومني كتوصل لدرجة كتقبل فيها أن الحوايج اللي حبيتيها مشات، كتكون فعلا بديتي تحب راسك. القبول هو السلام مع الواقع ومع الذاكرة ومع القلب. ماشي تنسى ولكن تبطل تعاني. ماشي تحيد الحب من قلبك ولكن تخليه يكون ذكرى نقية. الحب ماشي خاصو يدوم باش يكون حقيقي، ولكن خاصو يكون صادق في داك الوقت اللي عاش فيه. القبول هو انك تقول انا ممتن وخا مشيتي. الحياة ماشي ثابتة، وحتى الحب ماشي حجر. كل واحد فينا كتبدل الرؤية ديالو، احتياجاته وحتى احساسه. وبعض المرات كتبدل الحوايج اللي كنحبو بلا ما نحسو. كنكبرو وكنضجو واللي كان كيعلينا بزاف كيولي عادي. مشكلتنا كنظنوا ان الثبات دليل الوفاء، ولكن في الحقيقة التغير دليل النمو. كتكون حبيتي شي حاجة في مرحلة كنتي فيها شخص آخر، وملي كتبدل كتولي تشوف ان داك الحب ما بقاش كيناسبك. وهنا ماشي الخيانة ولكن التحول. الحاجة مشات ولكن بقات في الذاكرة النسخة القديمة ديالك. ولا قبلتي هذا كتعيش الحاضر بلا شعور بالذنب. شي مرات ماشي الحاجة اللي كتمشي هي اللي كتوجع، ولكن الخوف المستمر من انها تمشي وهو اللي كيهدمنا. كنعيش الحب بخوف، كنشدو فيه بزربة وكنضغطو عليه، وهكا نكونو حنا السبب اللي كيخلي الحاجة تمشي. الخوف كينتج السيطرة والشك والغيرة، وهذا الشيء كيخنق العلاقة وكيخلي الطرف الآخر يهرب. الحوايج اللي كتبغي الحرية ماشي تقييدات، وحتى الحب خاصو فضاء يتنفس فيه ماشي سجن. ملي كنخافو نفقدو شي حاجة بزاف كنقربو نخسروها. الخوف كيتحول للنبوءة كتحقق غير بوحدها. شي مرات كنظنو اننا كنحبو شخص او شي حاجة، ولكن في الحقيقة كنكونو كنحبو الفكرة ديالها، الصورة اللي رسمناها. الواقع كيكون مختلف، ناقص، فيه تناقضات ما بغيناش نعترفوا بها. كنبقاو متمسكين بالوهم، كنقولوا غادي نرجع كيف كانت، ولكن راه عمرها ما كانت هكا. حنا اللي زوقناها في خيالنا، وفاش كتحطم الصورة كنحسوا بالفقدان، ولكن راه وهم هو اللي تكسر. الحاجة اللي مشات غير الوهم ديالنا سقط، وهنا كيتولد الحزن الحقيقي. ماشي حيت فقدنا شي حاجة جميلة، ولكن حيت كنا عايشين مع حاجة ما كانت موجودة أصلا. الحب ماشي عاطفة ساكنة، ولكن مشروع كيطلب بناء مستمر. الحوايج اللي كتبقى راه فيها خدمة، تواصل، نية وصبر. ولكن كنظنوا أن الحب وحده كافي، وأن الحماسة الأولى غادي تدوم. وملي كتبدد السحر كنحسوا بالإحباط وكنقولوا تغيرات، ولكن راه ما تغيراتش. حنا اللي وقفنا نخدموا عليها. أي علاقة، أي اهتمام خاصو طاقة، خاصو وقت، خاصو عناية. والناس اللي كتحافظ على الحب راه كيدير مجهود واعي. ماشي السهل هو تحب، ولكن السهل هو تفقد. وماشي اي حاجه مشات كانت قدرك. شي مرات كنا غير كسولين، وبالتالي خاصنا نسولو راسنا واش فعلا بغيناها تبقى ولا بغيناها تبقى بلا تعب. وكل واحد فينا عنده قصه بداها وما كملهاش. قصص الحب، الصداقه، الشغف، وحتى الاحلام. ولكن باش ضرورة كل قصه خاصها تكمل. كاين قصص خلقات باش تعلمك شي حاجه وتمشي. كاين مواقف خلت فيك اثر، ولكن ماشي قادرها تبقى. الحياة ماشي رواية مغلقة، ولكن كتاب مفتوح الفصول، وكل فصل فيه دروس، فيه ألم، فيه نور، فيه رحيل. كنبغي كل حاجة تكون أبدية، ولكن الخلود ماشي من طبيعة الحياة. الجميل هو أننا نحسو بالمعنى، وخا القصة سالات، حيت القصة اللي كتنتهي كتخلي بلاصتها لوحدة جديدة. يمكن في الأعماق ديالنا ماشي الحب هو اللي كيمرضنا، ولكن وهم الخلود. كنعيشو كل حاجة زوينة وكنبغيو نحبسو الوقت، نحبسو التبدل، نحبسو حتى الزمان. كنبغيو داك الضحك يبقى، داك الحضن ما يساليش، داك الشخص ما يمشيش، وداك الاحساس ما يبردش. ولكن الحياه ما فيهاش بوز. الحياه كتمشي، كتدور، كتغيرنا وكتغير حتى الاشياء اللي كانت كتعني لينا كلشي. المشكل ماشي في الحاجه اللي مشات، المشكل في التعلق المفرط، في الهوس بالاستمراريه، في غياب القبول، الفكره ان كلشي مؤقت وكلشي فاني. حتى الحب، حتى الحلم،
حتى الفرح وحتى الآلام. الحياة كتبغي التخفيف، كتبغي منا نعيشوها بحكمة وماشي بالتملك. واللي كان كيعنيك راه علمك، واللي فقدتيه راه خلاه فيك بصمة. ماشي ضروري يبقى باش يكون مهم. شي مرات الحاجات اللي كتفلت من يدينا هي اللي كتشكل العمق ديالنا. واخا الألم كيدوخ، واخا الوداع كيدمي، راه كاين نوع من السلام كتلقاه ملي كتقبل انك غادي تحب وتفقد، وغادي تفرح وتحزن، وغادي تربح وتخسر، وغادي تعيش القصص اللي مكتوب ليها تبقى، وغتفلت القصص اللي مكتوب ليها تمشي. علاش الحوايج اللي كنحبو ما كيبقاوش؟ حيت حنا ماشي في الجنة، حنا في الحياة. والحياة ما فيهاش وعد بالخلود، ولكن فيها وعد بالتبدل. وهذا التبدل هو اللي كيخلينا نغوتو، نحلمو، نكتبو، نبكيو، نفرحو، ونعيشو. واخا الحب ما يبقاش، واخا الحلم مات، واخا الذكرى بردات، راك باقي وراك كتكمل. وبما انك باقي، مازال كاين امل انك تحب من جديد، وتحلم من جديد، وتخلق لحظات زوينة جديدة، حتى ولو كانت مؤقتة. حيت الجمال ماشي في البقاء، الجمال في الحضور، في الصدق، وفي اللحظة اللي كتقول فيها كنت عايش، وكنت كنبغي، وكنت حاس. ويا الله، السلام عليكم.